اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللي هنا بيصلي على النبي مين؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم بخير وصحة وسلامة. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المستغفرين الذين يا رب قبلت استغفارهم، واجعلنا يا رب من الداعين الذين قبلت دعواهم يا رب. كل سنة وانتم طيبين. عايزين نتكلم على شوية حاجات كده بسيطة، لأن انتوا في ناس بتيجي هنا حاجة صعبة بجد. الناس كل واحد يجي معلش يقول لك يا عم ده انا حالة واحدة ودقيقة واحدة تخلصني ومعلش وحقك علينا جاي من بعيد. يا عم ابوس رجلك، في لسه هتيجي وراك حالة فين يا عم؟ مفيش الا انا يا عم، ما بشتغلش جمعة والسبت، انا جاي لك من اخر الدنيا ينوبك زواب فينا يا عم. حرام عليك، ده انا مش قادرة. واللي يعيط يقول لك اروح فين؟ مش حاسين بالراجل اللي جايين له اصلا. المهم مصلحته، مش مهم الباقي يغرق. انت جاي لي في اجازتي وانا بقى متعمد اخد اجازه جمعه وسبت علشان اقدر اقوم للناس اللي جايه من اخر الدنيا زيك زي الناس. هو مش عايز زي الناس وجاي، مش انت بقى يعني متهمك ان انت عنصري. قله النوم بتعمل اي حاجه. قله النوم تخلي واحد يموت نفسه. تعال يا استاذ رضا اتفضل. قله النوم تخلي واحد يموت نفسه، تخليه يشتم، تخليه يتنرفز، تخليه يتضايق، تخليه مش عارف يتصرف ازاي. ومع ذلك الناس مش حاسه. يعني انا ما عدتش شايف بعيني اصلا. الناس اللي عندي حتى شغالين عندي في البيت هنا بيتشتموا ويتبهدلوا ويتلعنوا. طب صحوا لنا معلش. طب الراجل لسه داخل حالا، وطبعا انا بشتمه وهم بيشتموا الناس لان انا ما حدش يصحيني. اتفضل يا استاذ، اشيل لك كرسي. الناس اللي بتكلمني يقول له معلش طب نظم العمل عندك. انظم العمل ايه يا عم؟ انا مش هنام يا عم برضه. انظم العمل ايه؟ في ناس جايه بتستعبط بتستهبل ومع في نفس الوقت بتستنجد. طب انا اعمل ايه؟ يعني واحد جاي بقول لك معلش احنا بقالنا في الطريق مش عارف 24 ساعه، واحده تقول لك انا بقالي ساعتين في الطريق، الاخر النهارده اخر واحده تقول لي انا مربيه فاضله على ابو الشفا اللي عندك. أنا لسه ما قمتش اصلا يا ستي. ده انا دماغي بقى يعني انا باكل سريس عشان الخفقان بتاع القلب، باكل حاجات عشان يعني بهدله وتقول لي مربيه فاضله وبتلعن. واللي يجي لك يقول لك انا راجل مهندس، انا راجل مش عارف ايه. يا عم انا راجل فلاح، انا راجل فلاح نفسي انام عشان خاطر الناس اللي انا قلت لهم تعالوا من الحد الخميس. انا مش عامل لحد. يا ربنا اداك علم يا جدع، عينك صفنا يا جدع، اتقوا الله اتقوا الله. في ناس بتزق بعضها تقول لك هيعمل لك غصب عنه. انا مش شايف اعمل لك. انا اقوم دلوقتي بقول الصوت حاضر، اعمل لك الصوت. هاتوا النبي يا رضا اي طبق ولا اي حاجه للصوت. معلش في ناس بتقول الصوت. اظن كده كويس. مش عارف انا متاكد. طب استنى كده، عندي فكره احسن ان شاء الله تبقى حلوه. اظن كده. واصبر على ما يقولون. ماشي. انا صابر، لكن الناس اللي بتيجي ما بتصبرش. الناس ما عندهاش ريحه الصبر ولا عندها ريحه الايمان ولا التقوى ولا الورع ولا اي حاجه. نفسي ثم نفسي ثم نفسي، وليخسأ الاخرين يغرقوا في 60 داهيه، يموتوا يتحرقوا. المهم هو. طب اللي جاي لك بالشخصيه دي وبالعقليه دي تعمل معاه ايه؟ اللي جاي لك وناوي ان هو عايز محمود البحراوي له خاصه دقيقه واحده، حتى ولو دقيقه، انت بتخلص بعد دقيقه تبص تلاقي واحد جاي لك تاني. ايه يا عم؟ ده انا واحد دم يا عم، انا جاي في اخر الدنيا، ده بتموت يا عم، ده اللي. طب انا فين منك؟ حرام عليكم، اتقوا الله شويه. يعني انا ليا بيت وليا زوجه وليا بنت وليا امي وليا اخواتي ما بيلاقونيش اصلا.
ومع ذلك يعني اخوات عادل بتزعلي بيقولوا انت هتموت نفسك اصلا. والاخر لما الناس تيجي كتير يقول لك انت اللي جايبه، وانا ما جبتش حد ومش عايز حد يجي لي، وعندي استعداد اخد اجازه مفتوحه بسبب قله الضمير اللي عند الناس. الناس مش جايه عشان خاطر ان ربنا يشفيها، لا ده جايه تلوش على غيرها. وبعض الحالات اللي بتاخد الاعشاب وجايه ترجعها ويعمل زحمه في وسط الناس، ويقول لك انا ما بطيقش الاعشاب، اصلا انا مش عارف اشربها، اصلا انا مش عارف اخدها، وهو خدها وخلاص ما تعرفش بيعمل فيها ايه وجاي. وكل شويه يعمل حاجه. اي حد هياخد اعشاب، انا شغلتي في الاعشاب، هياخد اعشاب غصب عنه. ما تقوليش ان انت مش هتاخد اعشاب او ان انت كفايه الجلسه، لا انا بدي لك الاعشاب مع الجلسه عشان تكملها، عشان ما تجيليش تاني تعمل زحمه على الفاضي. الناس القليله الادب الوقحه السفله اللي هم اساسا ما لهمش مبدا، اللي هم اصلا اساسا مش من عائلات، ما همش من عائلات اصلا، يشتم شغلته الشتيمه، ده انا جيت لك وهو ما جاش ولا شفته، ده انا مش عارف ايه، وهو عمره ما اعرفه ولا عمره كلمته ولا حتى لا على فيس ولا قابلته في الحقيقه ولا اي حاجه. ليه يا رب يرد عليا؟ يرد عني كيد الحاقدين والحاسدين والفسده اللي هم ما لهمش شغلانه غير هم شويه صياع. هم مستكترين عليك النعمه اللي ربنا اداها لك، مستكترين عليك النعمه. ازاي انت تبقى بالطريقه ديت وفي دقيقه ازاي؟ مين ده؟ شوف مين بقى، ما تطلعليش حد هنا، انت فاهم؟ الحاج عبوده، قول له استنى تحت شويه. شوف انت عايز ايه يا هانم؟ يلا يا هند، تعال الاعشاب ب3 ب10,000 ب20,000 ما تاخدش. بص يا خميس يا مليجي، انت صلى على النبي، اوعى تفكر انا بخاف. ب100,000 100 جنيه ب80,000 90,000 ب10 جنيه ما تجيش تاخد. انا ما اغصبش على حد ولا بقول لحد تعالى. اللي عايز يجي لي على كده اهلا وسهلا، مش عايز يجي مع الف سلامه. انا ما عدتش عايز حد اصلا يجي لي ولا يقرب من هنا، ما عادش حد يجي لي خالص. احنا فاتحين للناس الغلابه اللي انت وامثالك يا بتاع المليج انت ولا الطبطيخ انت. الناس كرهت نفسها بسبب المغالاة وفي أسعار الحاجات التانية. الناس اللي هي خلاص جوبها اتشقت وفضيت بيجولي، والحمد لله. هي أنا واحد من 8 مليار شخص على مستوى كوكب الأرض اللي بجيب كل حاجة في دقيقة، في ثانية واحدة، مش من عندي، من عند الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اذا كنت انت زعلان ان ربنا مديني حاجه، انت بقى قال هتموت من غل والحقد. اذا كان حد فيكم زعلان والله انت اللي بيجي يا ابني، الله ينعلك. اسمه خميس المليجي. اللهم صل على سيدنا محمد. اذا كان حد، انا ارجو من الاستاذ عمرو عرفه، هو اكيد سامعني دلوقتي، عشان انا اكلمكم النهارده على حساسيه الانف والصداع اللي انا بعملهم في ثانيه، عشان واحد زي ده، واحد بس، عشان واحد صايم مش عايز يغلط. حساسيه الانف، حساسيه الصدر، غضروف الغضروف في الانف، احتجاز انفي، حاجز انفي، مهما يسموا لك ما بتشمش، الروائح بتتعبك. اللهم صل على سيدنا محمد. هقول لك اهو بعد ما توحد الله، مراتك الدخان بيخليها تكح، العطور، اي حاجه بتاذي الانف، بفضل المولى عز وجل، بدون مبالغه، بدون مبالغه، بفضل الله، بفضل الله، اقسم بعز الجلال الله، في 5 ثواني الحساسيه الانف وحساسيه الصدر بتروح مدى الحياه. بس بتاخد معاها اعشاب. انا فعلا بخلص في 5 ثواني، بس مش عايزك تيجي لي تاني مدى الحياه، مش هتجي لي تاني. يبقى انا لما اعمل كده، ولا خليتك تعمل عمليه حاجز انفي، ولا حساسيه صدر، ولا كل يوم بخاخ، ولا كل يوم حبايه، ولا كل ونفس الوقت تعبان. زي علاج انت بتاخد العلاج زي ما تعرفش فيه ايه، ما بيعالجش. هو كل العلاج مسكنات، تفضل مسكنات عشان تفضل عايش على مدى الحياه، زي حبايه الضغط، زي حبايه السكر، زي حبايه القلب، زي حبايه الغد. واحد ربنا انعم عليه انه بيعمل الغده الدرقيه في دقيقه برضه.
واحد عليه صايم غصب عنك بفضل المولى عز وجل. شوف النعمه اللي ربنا ادالها قد ايه. شوف النعمه اللي ربنا ادالها. خليك اقعد انت كده. مريض نفسي فعلا. عندي علاج لضعف الاستاذ رأفت العريان بيتكلم على ضعف الانتصاب والقلق. لما يكون عندك قولون ده 51% من ضعف الجنسي. اما تكون ما بتنامش يبقى 25% من ضعف الجنسي. اما يعني السهر يعني الامساك بيعمل 25% من ضعف الجنسي. اما الحلويات والسكر والحاجات دي كلها 100% اسباب الضعف الجنسي. امنع الحاجات دي خالص وقول لي بعد شهر انت عامل ازاي. هتعوز تتجوز عليها ها؟ مش دلوقتي بتنام جنبها زوجتين. الاستاذ احمد ماهر يا ريت يقول لي ايه الاعراض تليف الكيس عند الطفل. قول لي ايه الاعراض وانا ان شاء الله اجاوبك حالا. اقول لك نعمل ايه. علاج سكر الاطفال بيطول معاه شويه. انا بدور على نقطه في الجسم ان شاء الله باذن ربنا وفقني. بعد ما كان المعدل 3 من 12 راح السكر راح من عندهم نهائي بسبب النقطه اللي انا عملتها ديت نهائي. الباقيين 9 خدوا علاج. دلوقتي الحمد لله الشهر اللي فات ده كنت عايش على الموضوع دهوت ان انا ازاي باذن المولى عز وجل اعالج السكر في دقيقه. النسبه اتعدلت وبقت ربع ال 12. يعني ايه 4 من 12 اتعالجوا في نص دقيقه من السكر وراح مدى الحياه. ده بفضل المولى عز وجل. الحاجه الثانيه لما نتكلم عن حساسيه الانف والصداع. يعني واحد يجي يقول لك ايه الصداع ما بيسيبنيش. الست تقول لك الصداع ما بيسيبنيش. كل ده من الانف. بعمل له الانف واخليه خلاه. اكتر الناس اللي ترد عليا اللي جت عندي الناس اللي جت عندي كلها لما بخلي الراجل اللي معايا انا ما بدخنش اقول له دخن بس مش في رمضان طبعا عشان ما حدش يمسك عليا. انا عارف ان الناس بتصدر اخطاء. حمى البحر الابيض المتوسط او المغص المستمر او فيروس بي باذن الله تعالى خلال 20 يوم بينتهي نهائي مدى الحياه. ولو بنتك صغيره او ابنك بيستحمل الجلسه اعملها له في نص دقيقه. الجيوب الانفيه والسكر والضغط والتهاب الاعصاب بامر الله تعالى. بس الجيوب الانفيه في دقيقه. الباقي بياخد شويه علاج. ما فيش السمنه المفرطه اول حاجه بتعملها لازم تمنع السكر واي حاجه فيها سكر. في حد بفضل المولى عز وجل بعت لنا ان احنا نسافر السعوديه على حسابه وهنحج باذن الله. بس ما اعرفش انا والدتي الجواز خليك معايا رد تابعني بس عشان مش عارف انا بقول ايه اصلا. اللي هي والدتي بس الجواز بتاعها مش جاهز ممكن ياخد وقت فربنا يستر والموضوع ما يعديش علينا بامر الله تعالى. الميه الزرقاء في العين وضمور العصب البصري كل اللي انت مسميات بتتسمى تحت مسمى ضعف النظر فبعمله في دقيقه بفضل الله. ده بتوفيق ربنا. الاستاذ محسن فتحي الحليمي ربنا يخليك. انا مش عارف ارد على الرسائل دي كلها بسرعه كده فاهدوا شويه. طبعا بيجي لك واحد بقى احنا هنتكلم النهارده موضوع الكيراتينين وازاي ان انت ما تغسلش مدى الحياه. اول ما يجي لك كيراتين وتقال لك غسيل الفيديو الجاي تابعوني هقول لك تعمل ايه. 5 ايام هتلاقي الكيراتينين بقى 7 من 100 7 من 10%. انتوا متخيلين يعني 7 من 10 على 100. انتوا متخيلين في 5 ايام ازاي يا عم؟ والله ما هتغسل. اي حد بيغسل عنده كيراتين اي حد يقول لك عندك سكر قول السكر بتاعك كذاب. اي حد عنده كيراتينين السكر مبقاش موجود يبقى السكر بتاعه كذاب او بنسبه بسيطه جدا يكاد تكون معدومه. طفله 3 سنوات عندها اسمها حصو في المراره تحت امرك ولا تشغل بالك ومن اول 5 دقائق تلاقي الم المراره انتهى تماما. وبحاجه اقول لك ايه والله العظيم بفضل المولى عز وجل اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عمر ما اديت لحد اي علاج لحاجه معينه ويأثر على حاجه تانية ابدا بفضل الله. مش مني من عند الله برضه هو من عند الله وبركه الصلاه على سيدنا محمد. طبعا ما حدش فيكم هيصلي على النبي انا عارف. حكم انتوا عندكم ما اعرفش لسانكم دلوقتي هيقف اما اقول لك صلي على النبي. يعني ما اعرفش لسانكم فيه ايه ما اعرفش. ده احنا النهارده في مفترق كتاب صلوا على سيدنا النبي كده والله العظيم. الحجز بالحضور وانا مش عايز حد يجي لي اقسم بالله. الناس بتيجي تستعبط هنا الناس بتيجي تشتمني في بيتي. هتنزل يا عم ربنا خلقك لنا يا عم يا سيدي على راسي من فوق وربنا بيختبرنا بيكم ساعات عايز انام دقيقه يا راجل. ده في واحد اقول ايه يعني مش عايز اقول اسمه عندنا في البلد هنا ده بيجي لي الساعه 4 والساعه 5 والساعه 3 صحيني ويقول لي انا برن عليك انت بتشوف التعليقات انت بتشوف الواتس ما بتردش. يا ابني عايز انام ساعه عشان الناس اللي جايه الصبح
يا جدعان قله النوم تخليني اعمل اي حاجه، تخليني اشتم، تخليني اتضايق. قله النوم اقسم بالله بتموت. هم مش انت شايفين عيني عامل ازاي؟ بدأك في عيني مش شايف. طب اتابع واتس واقول لك ما بردش على الواتس. طب ادينا طب يا جدعان اتقوا الله في راجل بربنا سبحانه وتعالى مديله حاجه عشانكم، مش عشان انا، هو مديها عشانكم. ايه يا جدعان؟ واحد بقول لكم، واحد يقول لك ايه، عندك حساسيه في الانف، عندك حاجز انف، عندك غضروف في الانف، اعوجاج في الانف. يا عم لو لقيت الانف معموله كده اهو، ما فيش، مش اعوجاج، هي خلقه ربنا كده والله العظيم ما فيها حاجه. يتعمل لك عمليه واثنين وثلاثه وتبوظ مناخيرك خالص وتبوظ الانف بتاعتك خالص، وبعدين تجي لي اعملها لك بالظبط اقسم بدين الله في 5 ثواني. لو عدوا الخمس ثواني ادفع مليون جنيه. لو اني معيش مش مشكله. كده كده على فكره يا جدعان، الناس بتفكر ان الناس اللي بتيجي يعني واحد نقيب شرطه بكلمني امبارح على واحد في المحله، الراجل جالك وانت عملت وسويت، قلت له عملت ايه؟ ده الراجل عايز ياخد الاعشاب ببلاش. بقول له انت ارمله؟ الارمله ماشي. وبالنسبه للارمله معلش، الارمله اللي هي بتجري لسه على عيال صغيره، مش واحده جايه لي جده عيالها اتجوزهم وتقول لي انا ارمله. واحده معديه 70 سنه تقول انا ارمله، يا دي النصيبه. احنا بنقول الست الارمله اللي بتجري على اطفال قصر لسه ما بلغوش السن ال 16 سنه على حسابي، راجل حافظ لكتاب الله هو وامه على حسابي وابوه. واحده مطلقه نشوف ظروفها ايه على حسابي، اعشاب وجلسه. هنعمل لكم ايه تاني؟ واحد جاي يقول لي انا ارمل، والله العظيم مراتي متوفيه انا ارمل. قلت له ارمل؟ طب وده عمل فيا ايه؟ وجاي من اخر الدنيا، يعني مش هيصرف اللفظ، انت عبيط يا ابني؟ وجاي لابس ومش شيك وحلو لان ارمل. طب اتجوز يا اخوي، اتجوز عشان ما تبقاش ارمل. الكرياتينين المرتفع قلنا هنتكلم عليه المره الجايه قسما بالله، بفضل الله وبامر الله وباذن الله وبتوفيق الله، وما توفيقي الا من عند الله. اي واحد هيقول لك اغسل هقول لك هتعمل 1 2 3 مش اكتر من كده. هتبص تلاقي الكرياتينين في 5 ايام من 9 او من 7 او من 6 او من 5 ل7 من 10%. شوف الرقم بتحديدا لو ده بتوفيق ربنا، من 7 على 10%، يعني اقل من 1%. ايه عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ قول لي انت عايز ايه وانا اعمله. قول لي، ده توفيق ربنا وبركه الصلاه على سيدنا محمد. قول لي انا الحمد لله، توفيق ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء. اي حد هيجي لي الخميس والجمعه ان شاء الله يكون مين؟ ان شاء الله يكون جاي من مطروح او جاي من سوهاج او من اسوان او من قنا، مش هنزل لك ابوس رجلكم عايز انام. انا هصبح الصبح شغال كده يا جدعان، مش شايف قدامي. لا اله الا الله. ايه ده؟ انا ساعات بتفاجئ ان في اطفال جايه عينيها بيضه. انا اللي بتفاجئ اهو، مش حد تاني، انا اللي بتفاجئ اقسم بالله. عينيها ابيضت خالص، بقت باللون اهو، بقت بيضه خالص. هات كده المنديل ده اهو، عينيها بقت بيضه زي المنديل ده اهو. جالي واحد من سوهاج ولا ما اعرفش منين، واقسم بالله ما انا فاكر، قدام واحد صاحبي قدام الناس اللي قاعده، قلت له ده عينيه ابيض تعمل فيها دي؟ قال لي انا جيت لك واعمل وخلاص وسيبها على الله. طفل عنده 5 سنين، انا بكيت من عينيه مش عارف اعمل له حاجه. فلقيت الراجل اللي جنبي قال لي ما تعمل كده، ده هي بركه. اقسم بالله الحاج بيرحم. جيت معاه؟ والله العظيم. وشاف بعد كام 12 عمليه في عين طفل. بعد 12 الولا ابوه انجن، سجد على الارض وبقى يصرخ، وربنا بقى يصوت زي الزهر وقسما بالله. فده من عند الله. انا مالي، انا مالاني العجز الحرقفي اللي هو المفصل الفخذ، مش كده؟ ان شاء الله ربنا بيوفقنا. الناس اللي بتيجي تخبط، يعني انا ماشي، انا متواضع وجدع بس عايز انام. هقوم واحط جزمتك على دماغي، اما اكون فايق احط جزمتك على دماغي. يا اخي انت جاي لي في اجازتي وعايز انام، او انت بتصحيني من النوم، هعمل لك ازاي؟ هعمل لك غلط وشغل غلط. انا شغال في الاستاذ ابراهيم البردويل. انت منين يا بردويل؟ ده هنا عيله البردويل. شغال ان شاء الله من بكره اليوم الخميس تخفيفا على الناس، لان اخويا محمد نصحني واخويا سعد والحاج الدير قال لي انت بعد العيد هتقعد 20 يوم كمان اجازه، من بعد العيد 20 يوم هتبص تلاقي الناس جايه لك الذئبه الحمراء او داء المفاصل. انا تحت امرك يا استاذ ابراهيم العسكري. فطبعا والناس اللي عندها روماتايد مزمن بتاخد طويل المفعول ومش عامل حاجه،
بامر الله تعالى جلسه وعلاج، بتجيلي بعد شهر بتبوس ايدي ورجلي وراسي. طبعا عرق النساء بنسبه 30% بعمله، لو في رجلك الاثنين يبقى مش عرق النساء. صبر اللي جايب الحاجه يبقى جاي من اكل. انزل استقبله ورا النبي، قول له انزل استقبله اللي هو جايب الحاجه، قابله استقبله يلا. هو جاي لنا دلوقتي عشان ما نعملش معاه الواجب. فطبعا الناس اللي بتيجي من بلاد بره، يعني مثلا ناس بتيجي يعني الولد اللي انا عملت له حظر دلوقتي ده، يعني كان الاول الناس هنا تقول ده هو كاتب على النت كده ان انا باخد ومش باخد. ما تجيش يا عم، انت شفتني باخد ايه اصلا؟ ده انت ما جيتش عندي، اقسم بالله انت ما جيت عندي. اخد كتير اخد شويه، انت ما شفتش. انت مالك؟ شغلتي في الاعشاب، اللي هيجي لي لازم ياخد اعشاب، مش هياخد اعشاب وهسال قبل الجلسه انت عندك ايه؟ ده اللي بيجي لي يا جدعان ده والله العظيم حاجه كارثه كارثه. عايز يقعد، مش عايز يعمل كل حاجه عنده. اي نعم، باذن المولى عز وجل بتوفيق ربنا بعمل كل حاجه في جسمك طوالي من اول شعرك لضفرك مثلا في دقيقتين. ودنك وعينك وانفك وبقك والصداع وغضروف الرقبه وغضروف الظهر وتنميل ايدك والعصب الرزغي وانسداد الاوعيه والحاجات دي كلها وخشونه الركبه ورجلك والمراره والكبد وكل حاجه بعملها في دقيقتين. بس حرام عليك. ويقعد يلك بقى، دخل بقى، طب انا ابن عمي، طب انا خالتي، طب ابويا، طب امي، طب واحد صاحبي، طب واحد جاري. يا عم ابوس رجلي اللي خلفوك، عايز اخلص الناس. انت خلصت حاجتك وشفت، انت قاعد بقالك ساعتين ثلاثه بره، شفت الناس كلهم عندهم جميع انواع الامراض. كلام سليم. ما استشفتش في الموضوع ده اهو. اقول ازاي؟ ما استشفيت يعني ما شفتش انت ممكن تجيب الناس اللي تقول عليها ولا لا؟ لا، هو عايز يقعد يضحك. هات صوره، طب صور مع ابويا، طب مش عارف ايه. الناس اللي داخله تبوس 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 تبوس، حرام عليكم. انا مش مبوسه. قول الحمد لله، بدل ما تبوسني اسجد لربنا شكر ان ربنا وفق واحد زي حالاتي، ان ربنا اداني علم. اسجد لله. وهنا بوسه وهنا بوسه وهنا بوسه لنصيبه. واللي جاي ده في شيوخ اجلاء انا ابوس رجليهم الاقيهم يبوس ايدي ويقول يا سيدنا. سيدك مين يا عم؟ سيدك رسول الله، سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاطفال اللي ما بتتكلمش، الاطفال اللي ما بتسمعش، الاطفال اللي ما بتكلمش ما بيسمعش. الطفل واحد جاب لابنه من الشرقيه من حته اسمها الحسنيه ولا الحزنيه ولا ايه، ابو حسين مش فاهم. جاب للطفل هيشيل الطحال وعنده حمر البحر الابيض المتوسط وما بيتكلمش وما بيسمعش وعند ما خلصت وربنا وفقني فيه وقلت له خد العلاج دوت لحمى البحر الابيض المتوسط ولتضخم الطحال، والولد بقى كويس وسمع وهيتكلم وبتاع الكلام ده كله ماشي. جالي بعدها بشهر الاقي جايبه امه واخته ومش عارف مين. جدة الولد مسكاني زي ما يكون عيل صغير عماله تبوس فيه. برضه نفس الكلمه، انت معاك مين يا اخوي؟ الله معاه ربنا. قالت لي ونعم بالله وماله، ما قلناش حاجه. طب يعني انت الجن اللي معاك ده نوعه ايه؟ جن يركبك يا بعيدي، يلا جن يركبك. انا ما اقصدش حاجه، انا بضحك لانه لي الحسنيه. ايوه ابو غدير الحته. هي ست محترمه وست كويسه، بس انا اقصد اضحك. انا راكع جن ايه؟ ده ربنا للشافي. جن ايه؟ هو انتوا كانوا مفكرين الشيطان ده من الملائكه؟ ده الشيطان كان جن ففسق عن امر ربه. الناس اللي بتستغفر على طول واقسم بالله ربنا هيشفيكم وهيرزقكم الصحه والمال والجمال وكل حاجه. الاستغفار ده نعمه. هي انا كنت بمشي خطوه واسيب خطوه واقول استغفر الله، بمشي خطوه واسيب خطوه واقول استغفر الله على الخطوه بتاعتي. لما جبت عربيه النعمه دي راحت مني، ومع ذلك ربنا لسه موفقني. يعني انا لك الحمد والله العظيم. لو قعدت 100 سنه على عمري اشكر ربنا واحمده وافضل ساجد لغايه ما ياخد امانته وياخد روحي، والله ما وفر ربنا حقه. اقسم بالله حاجه انا بعملها انا بستغرب. انا استغربت ان عيل فتح الولا عينيه بيضه وفتح ازاي. انا بقيت موهوب، انا بقيت قاعد بقول لا ايه ده؟
تسارع ضربات القلب يا استاذ محمود، الاستاذ ابراهيم العسكري، تسارع ضربات القلب، عندك غده درقيه، وعندك البلع صعب، وضغط العين عالي، وعندك زغلله. لو انا غلطان في الكلام ده قول لي، وبعملها بالظبط والله العظيم والله العظيم والله العظيم في 3 ثواني. والله على ما كل شيء 3 ثواني. يجي لك بقى واحد يبص على الناس اللي طالعه. دخل لي، احنا كنا في غير رمضان، قال لي كلمه ما يصحش تتقال على البث المباشر. انت بتعمل ايه في الناس؟ ايه ده؟ الولايه داخله مشلوله عندها يجي 100 سنه، باللفظ بتاعه هي عندها يجي 70 بس هو يجي 100 سنه. طلعت بقت زي الفل وسابت العكاز قلت له مش عندي، من عند الله، انا ما اعرفش. ما تعرفش ازاي يا عم؟ انت هتجنني يا عم. قلت له والله ما اعرف، انا بعمل وربنا هو اللي بيشفى، انا مالي. انا ما اعرفش انا عملت لها اصلا، انا نسيت من كتر الناس اللي عندي. فاي حد هيجي لي جمعه وسبت ممنوع، بكرر عشان يقول لك والله ما نعرف. والناس اللي بتقول ما حدش بيقول لنا كذا وما حدش بيقول لنا كذا وما حدش بيقول لنا كذا. انتوا عارفين انا قاعد في بيت سكن وربنا ساكن وعز الجلال ساكن وجايب عربيه بالقسط، والله العظيم والله على ما اكون شهيد. ليه؟ احنا بنعمل مع الناس اللي ربنا اراد ان احنا نعمله مع الناس. احنا ان شاء الله بامر المولى عز وجل بتوفيق ربنا يعني هنقول لكم ازاي تتفادوا موضوع الكرياتينين ده خالص. والناس اللي مش عارفه تجيلي تاكل جلاوين، اقول لكم ازاي تخلص على الكرياتينين في 5 ايام. ومش هتغسل، والله ما انت غاسل ولا مركب جهاز ولا اي حاجه. وحياه محمد صلى الله عليه وسلم، وحياه نبينا الطيب الطاهر المبعوث رحمه للعالمين خاتم الانبياء والمرسلين، هقول لك ازاي تعالج الكرياتينين العالي. وهيقول لك روح ركب جهاز الصبح عشان تغسل بسرعه والاعراض كلها تختفي من اول 3 ايام، واليوم الخامس او اليوم السادس هقول لك ما عندكش حاجه. انت عملت ايه؟ بس تروح تحلل في مكان تاني غير اللي انت كنت محلل فيه. قطع النخاع الشوكي لو حاسس برجله هاتهولي، مش حاسس ما تجيبوش، يبقى ده من عند الله وربنا هيعوضه في الاخره. هنقعد نتفرج عليه وهو قاعد كده في غرف يرى ظاهره من باطنها، احنا نتفرج عليه وفي حساب وكده، وهو قاعد يتفرج علينا والدنيا مزاجه عنب. اصحاب السقم والبلاء في الدنيا هم اصحاب النجاه في الاخره. ما حدش يبص على واحد ايا كان شكله، ممكن واحد يكون بريل، واحد ايده عامله كده وبريل وبعره والكلام ده كله، وتصدق وتم بالله عايش نفسيته حلوه. اقسم بالله مالكش دعوه. قول الحمد لله زعفاني مما ابتلى به غيره، فضلنا على كثير من الخلق تفضيلا. قول يا رب اشفيه، يا رب اجعله من اهل الجنه، ادعي له، مش تدعي عليه. لا 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 لا، ده بينه وبين ربنا حاجات انت ما تعرفهاش. هو عايزه كده. الراجل اللي بيقول العصب العاشر قول لي ايه الاعراض عشان اعرف اردك. اي حد بيشتكي من حاجه معينه يقول لي ايه الاعراض، لان في جميع التشخيصات او الاشاعات ساعات ما بتكونش في محلها، وارد. استاذ حسني مصطفى انا بشغال يعني اقول كفايه اللي جايين عشان خاطر النبي، عشان خاطر النبي احنا بنموت يا جدعان. يا جدعان ده في ناس هنا بجحه، ده بيجوا يشتموني هنا في البلكونه بس ما شتمت بودني. والبنت اللي هنا تقول لهم يا جماعه والله ما موجود، اعمل ايه؟ ما اقدرش اصحيه. تيجي تصحيه تخاف، ده البنت ذات نفسها بيصعب عليها الناس كده اخرى. قلت لها مش صعبان عليكي، انا جيت في ليله رحت المستشفى بسبب الاجهاد وكنت مموت. الدكتوره هناك الله يبارك لها قالت لي انت ما عندكش حاجه، انت عندك اجهاد كان هيموتك، انت ما بتنامش. اجهاد شديد كان خلاص كنت رايح في، والحمد لله يعني اللهم لك الحمد والشكر يا رب، كان ربنا نجانا عشانكم، فما تموتونيش انتوا بقى. الرعاش موجود. عايزين نتكلم عن الرعاش. عندك زيت فول سوداني في شركة الريحان بتاع الأعشاب، أو عند حراز، أو عند خضر العطار، أو عند رجب العطار، قول له عايز زيت فول سوداني، زيت فول سوداني. صعبة دي. زيت الفول السوداني معلقة صغيرة قبل الفطار بساعة، ومعلقة صغيرة قبل العشاء بساعة، بإذن المولى عز وجل 20 يوم تلاقي الرعاش راح خالص، مش هيجي لك تاني كمان. أهو تعمل كده هيروح خالص بأمر الله تعالى. الحاجة التانية أنا بدي حاجات للرعاش، بس أنا عشان أشرحها لك على التليفون عايز لي سنة. بدي حاجات للرعاش، مع الحاجات دي بتبقى كويسه. اكتئاب وضربات القلب السريعه، عندك قولون روح لدكتور نفساني. غسيل الكلى بعالجه ان شاء الله. عندي علاج التبول لا ارادي. بعد كده مش انا ما خلاص البتاع
اللهم صل على سيدنا محمد. من الراجل اللي صلى على النبي ده؟ راحت. يلا. التنميل والميه في العين الاستاذ عائشه. التنميل والميه اللي في العين، التنميل في تنميل من عند السره لغايه اسفل القدم لغايه مشط الرجل، بعمله برضه. الناس اللي بتروح تعمل ويقول لهم عندكم الثالثه والرابعه او الرابعه والخامسه، او عندك السته والسبعه فوق، او ايدك منمله، او التنميل من عند السره لغايه ضافر رجلك، عد بالظبط 7 ثواني تلاقي التنميل كله راح من جسمك خالص. الحاجه الثانيه، الناس ديت بتنصب عليها، بيتقال لهم انت عندكم الثالثه والرابعه، او ضيق في القناه العصبيه، او مش عارف ايه في الحبل الشوكي، او الثالثه والرابعه، او الرابعه والخامسه، او الاولى عجزيه، او الثانيه قطنيه، او الكلام ده كله. الكلام ده عاري تماما من الصحه. حتى يقول لك انت ابو الاشاعه، ما هو ده اللي بيجنني مع الناس ومخلينا نتبهدل. يا عم مالكش ابو الاشاعه، انت مش ربنا شفاك. روح يا عم. عندك تنميل؟ لا، والتنميل راح. طب راح ازاي؟ قلت له انا مالي يعني، هو اللي شاف، انا مالي يعني. اساله هو، قول له راح ليه؟ مش انت جاي عشان انت جاي لي مقتنع؟ طب جاي له مقتنع وتتعب قلب ليه؟ يا عم عشان غيرك ينوبك لله. الدوخه في ثواني، التهاب البروستاتا في ثواني، تقل في السمع في ثواني، ضفيره زايده على القلب. قول لي ايه الاعراض؟ حصو الكلى 20 يوم، الصفرة في ثواني، تضخم الكبد في ثواني. اي حد النهارده عنده غده درقيه يقول لك راح اعمل عمليه. اعمل يا عم. العلاج اللي بياخده قبل العمليه هو العلاج اللي بياخده بعد العمليه، يبقى هو كده عمل عمليه؟ لا طبعا ما عملش عمليه، بالعكس، والحاله بتسوء اسوء، بتزيد اسوء. واحده تقول لي انا شلت الغده الدرقيه وباخد علاج الغده الدرقيه. قلت لها لا يا حاج انت ما عملتهاش. اعملها لها في ثواني تلاقي ضربات القلب ظبطت، اشرب ميه، تشرب ميه تلاقي البلع بقى حلو، تبص تلاقي ضغط العين بقى كويس، الزغلله راحت. ادي الغده الدرقيه، ادي الغده الدرقيه. انما احنا علاج حول العين ما بعملوش، لان بياخد مني 3 جلسات ويبقى طفل عين صغير ما اعرفش اعمله. من عند الله بقى، وربنا سبحانه وتعالى هيعدلها له. سرطان الرئه في 4 ثواني وتاخد علاج. علاج السكر علاج، دهون الكبد علاج، ارتشاح الشبكيه مسببه ايه مش عارف انا، ضربات القلب السريعه في ثواني، في 4 ثواني، السكر في الدم 30 يوم، الم الركب المزمن في ثواني، التهاب الاعصاب الطرفيه 20 يوم. عندي ايه؟ عندي قصف مرتجع. يقول ايه دي؟ ضربات قلب سريعه 4 ثواني، علاج الميه البيضاء حوالي نص دقيقه. انا بحاول ادرس ايه؟ وحمه دمويه في الكبد. قول لي ايه الاعراض؟ ضربات القلب السريعه 4 ثواني، التهاب الاعصاب الطرفيه 20 يوم. ما اعرفش بقى. حمى البحر الأبيض 20 يوم. لو ابنك يستحمل الجلسه 4 ثواني مع العلاج. اي حد هيقول يقول لي مش عايز اعشاب ما يجيش، هياخد اعشاب غصب عنه. ما خدش اللي داخل هقول له اساله الاول واقول له وضعك كذا 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 كذا، موافق انا مش موافق روح. دوال الخصيه ماليش فيه. الرباط الصليبي الخلفي والامامي والداخلي والخارجي في 4 ثواني. اكياس الكلى علاج. تسرع في القلب 4 ثواني. عندك غده درقيه يا استاذ. ايه؟ تنميل القدم في ثواني. وحرر في ناس، ايوه الاستاذ اللي عدى ده، في حراره بتبقى في رجلك كده من تحت كده، وبتروح للاوعيه دمويه والكلام ده كله، بتقعد سنين تتعالج فيها وهي زي ما هي. بتيجي تنام حتى في الشتاء تبقى رجلك نار، عايز تحط عليها ثلج برضه، وبتطلعها بره الفرشه، يبقى جسمك كله متلج وهي نار. عد بالظبط 10 ثواني. بامر الله 10 ثواني تبص الله ايه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وسبحان الله ما تجيش تاني. سواء ست سواء راجل. جفاف العين له علاج. ارتجاع الشبكيه، ضعف النظر، ما هو ضعف، ما بقول لك اي مسميات يا استاذنا باذن الله في 4 ثواني. خلاص يا استاذ انا قلت لك اهو اسمه ايه، نسيت مش عارف، مش عارف، كتر الرسائل مش عارف والله. مسببه لضعف النظر، ايوه العائله المصريه، ايوه في 4 يعني بالظبط 10 ثواني. لو الناس اللي بتيجي ومعلش بالنسبه لضعف النظر اقول له غمض عليك، يقول لي غمض ليه؟ انا ما تخافش يا عم، غمض عليك ده من الجلسه عشان انت ما تجيش تاني، عشان ما اعملكش تاني ابره تاني. يا عم غمض عليك يعني ازاي؟ طب اغمض ليه يعني؟ ما تخافش يا عم غمض. لو فضلت مفتح خلاص الجلسه باظت، وبتبوظ النقطه اللي انا داخل منها. انت بتبوظ النقطه اللي انا داخل منها. ساعات واحد عنده ضعف نظر بس ما عندوش غده،
اجي اعمل له اخاف اخش على ضربه القلب السريع. يا عم غمض يا عم وما تخليش اعملها تاني. هو مفكر ان بمزاجي وهعملها غصب عني وهقعد بره شويه اعمل لي تاني. ما انت بوظت الجلسه يا عم، تروح وتقعد شهر وتجي لي مره تانيه عشان ما بوظلكش كل حاجه. علاج البواسير بالظبط 20 ثانيه. وعلاج البواسير اللي مش عايز يجي بفضل الله توسيرا على الناس، انت لو منعت السكر واي حاجه فيها سكر لمده شهر هتلاقي البواسير اختفت خالص مدى الحياه. السكر كارثه يا جدعان، السكر في الحالات دي كارثه بالذات على الراجل. عيب، ده الناس اللي عندها سكر عندها ضعف جنسي، يوم انت تجيب لنفسك البلوه. اي حصوات في الكلى او في جيب الكلى او في الحالب او في القناه المراريه او في المراره او الكلى بتجمع، باذن الله 20 يوم ما يبقاش عندك الكلام ده خالص بفضل الله مدى الحياه. واحد عنده دهون كبد في 20 يوم يروح يكشف دهون كبد ما يلاقيش دهون كبد بفضل المولى عز وجل، كله من فضل الله. فقد النطق والشلل النصفي لو هو بحس برجليه هاتهولي. ما فيش، لا انا مش انا جاي اهو. تعال دخله يا سيد، دخله وحطهم على السرير ده ماشي. الحمد لله على السلامه. انت اللي مع نزلك البحر النهارده يا سيد؟ ها؟ ايه اللي نزلك البحر؟ عامل ايه يا ابو مريم؟ مين اللي جايب الحاجات دي، عبوده ولا مين؟ الدكتور. طيب الحته بتاعت ضمور العضلات ديت الحمد لله، بس يعني انا لو تحددت لو لا ولا انا باذن الله تعالى هقلل الرقم اللي بقولوا عليه دوت، ولا انا بعمل هنجاهيه بالرقم اللي بقول عليه. انا بعالج ضمور العضلات. الاشخاص اللي بيقول ال100 بيصح منهم 90. في ناس بقى ضمور العضلات عندها مزمن ضمور العضلات او ضمور الاعصاب او ضمور المخ. حته التوحد بفضل المولى عز وجل بعالج التوحد ايا كان. عند الاطفال ما بيتكلمش ما بيمشيش بالكلام ده كله بيهز دماغه. انا مش عايز اقول على العلاجات اللي ابوهم بياخدوها، والاخر العلاجات دي بتسبب لهم حاجه اسمها بتعمل صرع. العلاجات دي اصلا بتعمل صرع. هو طفلك عنده امساك من الاول اساسا، انت بتبوظ الدنيا وبتجي لي اصلح لك بقى، اصلحه لك وامشيه لك ويبقى زي الفل. عامل زي العجله يعني عربيه بتاخد عمره، بتاخد وقت. العربيه بتاخد عمره تاخد وقت مثلا من 40 يوم او 60 يوم. بتلاقي الطفل مشي واتكلم وبقى زي الفل، مفيش حاجه خالص. ابو جمال هتجي لي يوم الاربع. يعني انا مش عايز اتكلم ابو جمال لان انا بقى عندي زحمه موت، والناس بتضرب بعضها والناس بتشاكل مع بعضها وناس بتدفع رشاوي وناس. اللي انا عايز اعرف الراجل اللي جاي مريض ده وبيدفع رشوه عشان ياخد دور قبل دوره، بالذمه انت ربنا يشفيك. انت بتاخد دور واحد تاني ممكن يكون اتعب منك، عنده مشكله عنك، حرام عليك يا راجل. ممكن يكون هو في بلد بعيد عنك، انت بتاخد دوره ازاي؟ الراجل اللي قاعد قدام مني ده انا عذره. الناس بتبوس ايده عشان ياخد فلوس ويدخلهم دور قبل دورهم. الناس بتبوس ايده ويعيطوا له ومش عارف. معلش يا ابني ده احنا بعيد، ده احنا قاعدين في الشارع، طب نروح ازاي؟ ده احنا معناش حد. واحده ست جايه تعمل زي معيش حد يا اخويا، انا جاي لوحدي يا اخويا. يا ست حرام عليك. واحد جاي عايز يدخل ابوه جوه ينيمه ويقعده جوه. يا عم ما الناس اللي قاعده بره ده، هو ابوك ما كانش قاعد في بيته؟ امك ما كانتش قاعده في بيتها؟ واحد يخش. يعني انا المكان عندي مش اللي انتوا واخدين بالكم منه، اللي هو مثلا ان انا عايز انظم حاجه. انا عايز نفسي اعمل حاجه اسمها العياده الخضراء على مستوى العالم كله، تبقى في مصر. ورب الكعبه اللي هنعمل طفره في مصر علميه. يعني انا يعني احسن من شرق اسيا كله. هنخلي العالم كله حتى بتوع شرق اسيا يجوا يتعالجوا عندنا بفضل الله من عند الله. قال له ده فعلا عندي حاجه اسمها الطب الاخضر والطب الاحمر وطب النوم وطب الماء وطب اللون. ده من عند الله. عندنا الكلام ده كله. اي يا جدعان عايزين نعمل حاجه في مصر باذن الله تعالى. يا ريت الساده المسؤولين يسمعونا. نعمل حاجه في مصر اسمها العياده الخضراء المصريه. العياده الخضراء المصريه جميع التخصصات. يعني حتى احنا ممكن نعمل فيها جيم ونعمل فيها ساونا ونعمل فيها تراك للمشي ونعمل فيها كل حاجه. في حاجات كتير. ما خلاص وليد العسكري ايوه في نص دقيقه. نبضات القلب السريع دي في نص دقيقه. وعندك زلالة في العين عشان تكون عارف. وارد ان مثلا انا الحمد لله بفضل المولى عز وجل بيجي لي 1000 مثلا بقول مثلا ال1000 ده هم وارد ان يرجع 50%. يرجع قصدي خمس اشخاص بس. ال1000 بيرجع منه 5 اشخاص بس، ويقعدوا يلفوا مواصلات تاني ويحملوا هم المشوار والكلام ده. اللي ما ياخدوش الاعشاب دول ما بيبقاش واخدين اعشاب، وجايه منظر عايز يعمل الجلسه واد فهلوي
وعايز ياخد دور زميل ودور ده ودور ده، وده اللي يزعق بره وتلاقي صوته عالي، ومفكر الناس تخاف من صوته، ومفكر ان احنا نطلع نقول اتفضل يا استاذ. ده احنا بنكرهك. احنا اساسا لما انت تعلي صوتك كده وتعلي صوتك وتعمل ده احنا بنكرهك. لما انت عليك صوتك عالي بالطريقه دي وبالمنظر ده، انت تعبان ايه؟ ايه اللي تعبك؟ انت ما عندكش حاجه ما دام صوتك كده جعوره كده. احترم نفسك يا اخي، واحترم الناس التعبانه. يا اخي تلاقي واحد نايم جنبه على الكنبه بره ولا اي حاجه، وده صوته ايه؟ واو وانا واو جاي من بعيد. انت جاي من بعيد جاي من ايه؟ ما ناس جنبك جايه من بعيد، ناس جنبك مش قادره، ده انت. لا والمشكله ايه بقى؟ اللي صوته عالي دي تبقى واحده جنبه قاعده 70 80 سنه وهو ما عندوش ريحه الدم، تعرف ان ده اصلا خنكه، تعرف ان ده اصلا مش اصيل. يعني انت المفروض تبدي الست دي عنك انت. لا ده عايز يخش قبلها ويخش قبل ناس تانية، يقول لك انا جاي من بعيد، انا ماليش عذر ولا ايه؟ انتوا ما بتعذروش. وتلاقي الناس اللي جايه تستاذن من الناس اساسا المفروض يبقى مش في استئذان، لان والدك اللي انت جايبه او تعبان ده ما هوش قادر يقعد، ما هو كان قاعد في البيت، كان قاعد ازاي في بيته؟ وعمال تديله علاج علاج علاج، لما هريته وهببته وبوظت صحته. اصبر بقى شويه، ده هي انت جاي يوم واحد وهيرجع ان شاء الله زي الفل. في ايه؟ عندك حق استاذ محمد حلمي، بيقول لهم صلي، ما صلي. ده في ناس قاعده تحت، اقسم بالله في ناس قاعده تحت وما بعملهاش، وانا ما راح اصلي مش هعمل لهم. ان شاء الله اكون جاي منين؟ الناس بتيجي تنصب عليها ازاي؟ هو عارف ان انا ما بشتغلش الجمعه والسبت، يقول لك هنروح في الزحمه ليه يا عم؟ احنا نروح الجمعه والسبت هيبقى فاضي وهيعمل لنا غصب عنه. انا مروح ناس النهارده بتعيط، ممنوع هعمل لحد جمعه والسبت. احترموا الخصوصيه شويه. يعني فوتوا الراجل اللي بيعمل للناس. يعني نقوم الصبح نقول للناس ما احنا ايه اللي بيخلينا اقول ما انا واخد اجازه؟ هاخد اجازه. الناس اللي بتيجي تستعبط. وبعد يعني في ناس عندي لما بتستاذن من ناس وتخش عندي عشان اعمل ليه، تلاقي بقى زي الفل مفيش حاجه، وجاي يعمل سورق، وجاي يعمل ان هو ميت، وجاي يعمل ان هو وقع في الارض. تخش عنده تلاقي مفيش اي حاجه ولا اي حاجه. اهدي. ربنا موفقنا بنعمل اي شيء في الدنيا. المعده، كل مشاكل المعده، حتى لو في سرطان في دقيقه، الكبد في دقيقه، حتى لو في بؤره في الكبد، الصفرة في دقيقه، المراره في دقيقه. طب انتوا بقى اصبروا بقى. الناس تقول لك يا عم ده في انت مش هتاخد منه حاجه، انت ممكن تعمل لك 1000 حاله في اليوم. لا يا حبيبي، ده بيخش يلك ويعجن ويجيب لك الخبيز ويجيب لك فرن القش ويجيب لك الارض والغيط وابوه وامه وجاره وخالته وعمه. يا عم ابوس رجلك يا عم يا سيدي، وتبقى انت محرج ما انتش عارف تقول له ايه، وينرفزك ويقول لك يا عم ده بقى بينا وحش، يا عم وده محمود البحرون اللي احنا بنشوفه على النت، يا عم ده. انت بقول لا ارضي عليك. الشلل النصفي قول لي هل بيحس برجله؟ لا. هستأذنكم عشان صلاه العصر، انا اسف. خشوا انتوا الركبه في دقيقه. انا اسف، هستأذنكم بالله عليكم، ما حدش يجي لي جمعه وسبت. انا بنبه اهو، اللي هيجي لي جمعه وسبت والله ما انا عامل له، وربي ان شاء الله يتهبد في الارض. حتى عايز انام يا جدعان، ليا بيت يا جدعان، ليا زوجه يا جدعان، ليا بنت يا جدعان، يا جدعان احرمونا حرام عليكم. ما ينفعش الا لما اسافر يا جدعان واسيبها لكم. ربنا ينتقم من كل ظالم ظلمني، ربنا ينتقم من الناس الحقدة والفسدة. يعني واحد، أنا بقول وارد واحد ما يروش من 5000 شخص، واحد من كل 5000 يبقى أنا نصاب حرام. ربنا ينتقم منك بعدله، ربنا ينتقم منك بحق الشهر الكريم. أنت واللي أشكالك. أنت لو تيجي تشوف الناس وتر الكتف في نص دقيقة لربنا سيبها، وتر الكتف بأمر الله في نص دقيقة. معلش يا جماعة استأذنكم، الرابعه والخامسه والرقبه في نص دقيقه، الاثنين في دقيقه، دي نص دقيقه ودي نص دقيقه باذن الله. ومع العلاج برضه مفيش حد اسمه مش هياخد اعشاب، مفيش حد اسمه مش هياخد اعشاب. ما حدش حته الاعشاب ديت لازم اللي عايز يجي على كده اهلا وسهلا، مش عايز يجي معاه في سلام. اللهم صل على طب بس انا عايزكم تصلوا على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.